أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني الجزائري. وفي هذا الفيديو سنشاهد القائمة المعنية بتربص شهر أكتوبر والمباراتين الهامتين ضد كل من الصومال وأوغندا لحساب الجولة التاسعة والعاشرة لتصفية كأس العالم 2026، حيث استدعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش كل من الحارس بنبوط وأليكسيس غندوز ولوكا زيدان في حراسة المرمى. أما في خط الدفاع رامي بن سبعيني ومهدي دورفال، وبالإضافة إلى جوان حجام، محمد الأمين طوغاي وسمير شرقي ورفيق بلغالي وجيتون وعيسى مندي. وأما في خط الوسط كل من نبيل بن طالب وبودوي، بالإضافة إلى العائد زورغان وإيلان قبال. وأما في خط الهجوم كل من مازا، عمورة، بالليلي، بنزية، بوعناني، شيبي، حاج موسى ومحرز، بالإضافة إلى كل من بونجاح، شياخة وغويري. إذن هذه قائمة بيتكوفيتش لمباراتي الصومال وأوغندا المقررة يوم 9 أكتوبر المقبل، بداية من الساعة 5 ضد الصومال بملعب ميلود هدفي. أما المباراة الثانية المقررة يوم 14 أكتوبر المقبل ضد منتخب أوغندا على ملعب حسين أحمد بنفس التوقيت، أي 5 مساء. ما رأيكم في هذه القائمة التي أعدها بيتكوفيتش للمواجهتين؟ هذه القائمة التي عرفت غياب كل من رامي الزروقي وبالرحمة، بالإضافة إلى غياب كل من يوسف عطال وأيت نوري بسبب الإصابة، وكذلك اللاعب الوسط حسام عوار. وعرفت أيضا توجيه الدعوة لكل من الحارس لوكا زيدان والمدافع مهدي دورفال، بالإضافة إلى سمير شرقي ورفيق بلغالي. وعودة النجم بوعناني، بالإضافة إلى أمين شيخة. كما قلت، ما رأيكم في هذه القائمة التي أعدها بيتكوفيتش للمواجهتين؟ وما هي الأسماء التي كنتم تتمنون حضورها في القائمة؟ وما هي الأسماء التي كنتم ترون أنها لا تستحق التواجد في القائمة؟ وشاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.